جواب نعم يا أختي الفاضلة. بالنسبة للدعاء قبل السلام هذا مشروع حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وورد عنه أنه قال وليتخير من الدعاء ما شاء، تخير من الدعاء. وقد قال بعض العلماء يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، وبعض العلماء يقول مما ورد ومما لم يرد. وآكد هذه الأدعية يا زينب، آكدها اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا حبيت تأتين بزيادة لا بأس: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، حديث أبي بكر. وحديث معاذ أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثابت هذا. وبقية الأدعية يجوز هذا.